السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير ان شاء الله. مرحبا بكم معايا في القناه وفيديو جديد. الفيديو ديال اليوم غنحضروا واحد العصير طوب دي طوب، كيجي واعر، كيجي خطير، بحال اللي كتشرب في المونك، وهو لاباز ديالو خيزو. بقاو معايا حتى الاخر ديال الفيديو ونبداو على بركه الله. خديت كيلو ديال الخيزو اللي غسلته مزيان وقشرته، وفي هاد الوقيته كنت حاطه الماء يغلى باش غادي نسلقو. قطعت خيزو ديالي وغادي نسلقوه حتى يتسلق مزيان مزيان مزيان، يولي بحال الزبده. من مورا ما سلقت خيزو مزيان غنحتفظ به هو بالماء ديالو وغنخليهم يبردوا على خاطرهم. واخا انا بصراحه ما خليتهمش يبردوا على خاطرهم، درتهم في الفريغو حتى بردوا. من مورا ما كانوا بردوا مزيان مزيان غناخد كاس اللي غادي نعصر فيه، كاس ديال مولينكس، وغندير نص ديال الكميه ديالي. السنيده كتبقى على حسب الذوق، كل واحد شنو كيدير. اللي ما بغاش يدير السنيده ما يديرهاش، اللي بغى يدير جوج ثلاثه، كل واحد والحلاوه اللي كيبغي. خديت واحد كاس الاولاني ديال الياغورت ديال المونك، ضروري يكون ديال المونك. الاول درتو مع الطحنه الاولى، والثاني غنحتفظ به حتى الطحنه الثانيه اللي هو هذا. غنعمر الكاس ديالي وغنبدا كنطحن. بالحق خاصو يتطحن مزيان مزيان باش ما يبقاش يبان راه خيزو نهائيا. من مورا ما طحنتهم مزيان كيجي العصير ديالي على هذا الشكل هذا. بالنسبه للقوام ديالو بغيتوه ثقيل ولا خفيف، نتوما اللي كتحكموا فيه كيف ما كتحكموا. بالنسبه ديال السكر فيه غيكون. هنا وصلنا للنهايه ديال الفيديو ديالنا. كنتمنى وكنتسنى تشجيعاتكم، ومرحبا بكم معايا. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.